بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل فراخ مشويه في الفرن. فراخ، اول حاجه عندي معلقه صلصه هنا، وعندي معلقه بابريكا، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره زنجبيل، معلقه صغيره توم بودره، وعندي بصل هنا بشراه. هقلب كله على بعضه وهحط معاه الملح، احط معاهم معلقه ملح بالطريقه دي كده، وهقلب كله على بعض. وهحط عليهم البصل ده. انا قلبت كله على بعضه بالطريقه دي، وانا عاملاها خفيفه. في ممكن تحطي شويه زيت عليها، بس انا مش هحط لان عاملاها خفيفه، ما بحبش انا الدهون الكتير. وهمسك الفراخ هدهنها بالطريقه دي واحده واحده. بالطريقه دي هدهنها كلها الفراخ بالطريقه دي كده اهو. نقلبها برضو الناحيه التانيه كده، نقلبها كده، نحط عليها بقيه التوابل بتاعتنا والخلطه بتاعتنا. وهقلبها كلها بالطريقه دي، وهدخلها الفرن. بس هحط معاها حوالي نص كوبايه ميه، وهدخلها الفرن. شايفين الفراخ بتاعتي طلعت احلى فراخ واطعم فراخ روستو مشويه في الفرن. شايفين شكلها جميل ازاي؟ فراخ مشويه في الفرن، طريه ولذيذه، والطعم والريحه حاجه ما فيش بعد كده. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وكان فيديو عجبكم ما تنسينيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. جنب الرز او جنب المكرونه تبقى في اكله خفيفه وجميله في منتهى الجمال. مع السلامه.